يوم من الأيام كده في محافظة الإسماعيلية كان في بيت هادي جدا، أسرة جميلة بسيطة قاعدة في أمان الله، وفجأة يلاقوا صاروخ لعبة دخل من البلكونة، وفي ثواني البيت اللي كان مليان دفى بقى مليان نار ودخان وكله مولع. خليني أقولك إن الحادثة دي انتهت بمأساة، بنت شابة فقدت حياتها وبقيت أسرتها اتصابوا بحروق هتعلم في جسمهم وفي نفسيتهم العمر كله. بس معلش، أنا عندي سؤال، هو احنا ليه بنعمل في بعض كده؟ ليه الفرحة عندنا لازم يبقى صوتها عالي لدرجة الأذى؟ والإجابة الحقيقة كانت مبهرة، وهي إن علماء الاجتماع بيقولوا إن الشخصية المصرية عندها علاقة غريبة مع الدوشة. إحنا بنحس إن الفرحة مش فرحة إلا لو الجيران والمنطقة كلها عرفت. ولو خدت بالك كل حاجة بنعبر بيها عن فرحتنا بتعمل دوشة. في الفرح دي جي وزغاريت وكلاكسات يخليك ما تسمعش تاني طول حياتك، والصواريخ. بس المشكلة إن سلطة الصوت دي بتتحول عند الأطفال لسلطة وهمية. الطفل بيبسطه إنه بيخضك وإنه يشوف انفجار أو حاجة بتولع، ومع الوقت بيتحول للا مبالاة اتجاه وجع غيره. الصاروخ اللي بيترمي تحت رجل واحدة ماشية بشنطتها مش لعب، ده مشروع عنف بيكبر في دماغ الأطفال. بس يا نورهان، انت لو فاكره ان الموضوع مجرد عيال بتلعب بعنف وخلاص، فلا، ده الموضوع ليه اصل وتاريخ كبير جدا. بجد؟ اه والله. احنا كمصريين علاقتنا بالصاروخ بدأت من ايام المماليك في القرن ال14. وقتها كان البارود او الصاروخ للمدفع والحروب بس. حتى في العصر العثماني كان في فرقة اسمها الطبجية، كانت متخصصة في المدافع، وكانت بتضرب في الافراح الملكية والانتصارات. حتى مدفع الافطار اللي كلنا عارفينه وبنحبه، تخيل انه طلع بالصدفة في عهد الخديوي اسماعيل. الجنود بينظفوا مدفع، طلعت طلقة في سما القاهرة وقت المغرب. الناس وقتها افتكروها حركة صايعة من الحكومة وخلاص بقت تقليد، ومن هنا هيبة المدفع الرسمية اتسرقت واتحولت لدوشة في ايد عيل صغير. بس زمان كان صاروخ احتفالي، دلوقتي بقى صاروخ بيطفي في عيون الناس ويموتهم. والله يا عمر، المشكلة مش بس في الإصابات، دي بتبقى أوقات سبب لخناقات عائلية بتموت ناس، زي ما حصل في الصف في الجيزة. ليلة العيد قلبت معركة نتج عنها 5 مصابين. عارف السبب إيه؟ عيل حدف عيل بصاروخ، بس كده. تعالى بقى يا سيدي أجيبها لك من جانب علمي شوية. فيزيائياً الصاروخ ده بيولد ضغط وحرارة مهولة في جزء من الثانية. الشظايا اللي بتطلع منه بتبقى سرعتها كفيلة تخترق العين فورا. دي مش لعبة والله، دي رصاصة بس متغلفة بورق ملون. على فكرة، انا ونورهان مش بنقولك كل ده عشان نخوفك او اقتل فرحتك لا قدر الله، بس وانت بتحدف الناس بالصواريخ خلي بالك، عشان الفرحة مش بالخضة، والرجولة مش بانك ترمي صاروخ تحت رجل حد وهو مش مدي اخوانا. العيد يعني امان ولبس جديد ولمة، مش طوارئ ومحاضر في الأقسام وعاهات مستديمة. الصاروخ اللي بتشتريه لابنك ب5 ولا ب10 جنيه ممكن يدفع ثمنه حد تاني حياته أو نظره. فبالله عليك خلي بالك، وخلي العيد يعدي على خير من غير ما حد يخض حد ولا حد يأذي حد. وكل سنة وانتم طيبين. وبس كده. أنا عمر. وأنا نورهان، وده برنامج محسوب.